ان انا كنت قاعده ما اتحركتش وراح موديني على السرير. انا طبعا نسيت اقول لكم ان الاوضه بتاعته دي كان فيها سرير، وراح حاضني وبدا ان هو يتقرب مني بطريقه غريبه. طبعا في الفتره دي لقيته ان هو صاحبه القصه بتقول انا اسمي هايدي، والنهارده هحكي لكم حكايتي. انا اتولدت وكبرت في اسره بسيطه جدا على قد حالها. انا كنت اصغر واحده في اخواتي البنات، احنا 5 بنات. ظروفنا كانت على القد قوي، بسبب كده ولا واحدة فينا كملت الدراسة بتاعتها أو كملت التعليم بتاعها. اتجوزنا على طول واحدة ورا التانية لغاية ما جيت دوري، والجواز كان عبارة عن جواز صالونات. المهم جالي عريس، والعريس ده ظروفه المادية يعتبر كانت أحسن مننا. بصراحة أنا في أول قعدة معاه ارتحت له، وهو كمان ارتاح لي، وقعدنا نتكلم مع بعض في فترة الخطوبة، واتخطبنا حوالي كده 9 شهور. وبعد ما خلصنا كل الجهاز ابويا كان مجهزني وكان جايب كل حاجة، برغم يعني ان احنا على قد الحال، بس كان مجهزني جهاز حلو جدا. المهم كتبنا كتاب وعملنا الفرح، ورحت بعد كده على شقتي. كنت رايحة بقى فرحانة ومبسوطة، والدنيا ساعتها مش سايعاني. عريسي كانت شقته لوحده، يعني مفيش بيت عيلة ولا كلام من ده، ولا حد اصلا كان معاه، لانه اصلا كان ابوه وامه متوفيين، والمحافظة اللي هو عايش فيها كانت محافظتنا، يعني نفس المحافظة اللي انا منها وكان عايش فيها. بس كان له واحد قريبه، بس قريبه من بعيد. اما بقى اخواته وعمامه وخلانه كلهم على بعض كده كانوا قاعدين في محافظة تانية. يعني مش هيحصل بقى مشاكل عائلية وكلام زي اللي انتوا عارفينه. انا بقى كنت في غنى عن ده كله. المهم بقى وصلت البيت ليلة دخلتي، وفي اليوم ده لقيت العريس طبعا مش قادر على اي حاجة، مش قادر يعمل اي حاجة. انا ساعتها استغربت وقلت له في ايه، هو انت عندك مشكلة ولا حاجة او بتعاني من حاجة؟ قال لي لا لا، ده انا كويس، بس مش عارف ايه اللي حصل لي، يمكن انا مضغوط او كده. يا ستي ادينا فرصة لبكرة اهو نرتاح شوية، وبكرة ان شاء الله يحلها حلال ونحاول تاني. وفعلا اديت له الفرصة، وجه تاني يوم وبرضه ما حصلش اي حاجة. حتى بالذات لما امي اتصلت بيا علشان تطمن، اضطريت طبعا ان انا اكدب عليها واقول لها ان الامور كلها تمام. وما حبيتش بقى ولا رضيت اقول لها ان جوزي معرفش يعمل حاجة وكلام من ده، عشان كنت فاكرة ان الموضوع ده يعني عادي، مجرد ان هو ستريس او ضغط او تعب، مش اكتر من كده. واصلا هو ده اللي كان مفهمهولي. المهم بقينا على الحال ده لمدة اسبوع، بس برضو ما كانش فيه اي حاجة حصلت، لدرجة بقى ان انا بدأت كده اشك وبدأت مرتاحتش. وفعلا قلت له قولي الحقيقة، وانت عندك مشكلة ولا حاجة قولي بصراحة. الاقيه برضو على نفس الوضع بيتهرب. ورأيته راح قايل لي بصراحة بقى انا هقولك على حاجة. قلت له قول. بيقول انا اتكلمت يعني مع واحد قريبي، وقال لي ان كذا واحد يعني حصل نفس الموضوع ده معاه في العيلة يعني عندنا وكده، وغالبا الموضوع ده بيكون مرتبط بسحر او حاجة يعني من زي كده. قلت له سحر؟ طب وايه اللي انت بتقوله ده؟ طب ومين يعني المؤذي اللي هيعمل لك حاجة زي كده؟ قال لي هو مش معمول لي انا، ده معمول ليك انتي. قلت له ازاي؟ انا ازاي يعني؟ مش فاهمة كلامك، وضح كلامك، انا مش فاهمة حاجة منك. قال لي بصي احسن حاجة نروح نعملها انك تروحي معايا لواحد شيخ. قلت له شيخ ايه؟ بقولك ايه، يا ريت تشيل الافكار دي من دماغك، والموضوع ده اكيد له علاقه بالطب. طب يا سيدي يلا نروح بينا على دكتور نكشف عليك ونشوف الموضوع ده فين. واكيد يعني الموضوع ده يا سيدي هيفضل ما بيني وما بينك سر، ومحدش هيعرف حاجه. وعرفته كمان ان انا اصلا قايله لاهلي ان كل حاجه تمت تمام والامور كلها تمام. قالي لا لا لا، الموضوع مش كده خالص، وانا اصلا كنت كويس وكنت عادي جدا قبل الجواز، وانا متأكد ان ده اكيد سحر معمولي، فياريت تسمعي كلامي وتعالي نروح لشيخ. قلت له شيخ؟ طب مين الشيخ اللي احنا هنروح له ده؟ ويا ترى انت عارفه ولا ايه؟ قال لي ايوه طبعا عارفه، في شيخ واحد قريبي عارفه، وهو اللي قال لي عليه، وفي يا ستي ناس كتير راحوله، والمشكلة بتاعتي اتحلت، وكمان لو انت عندك يعني مشاكل هو هيحلها. المهم ان انا فوضت امري لربنا بعد ما هو اقنعني بكل الطرق، وطبعا اخدت بعضي ورحت رايحة معي عند الشيخ اللي قال عليه ده. لكنه في الاخر لا طلع شيخ ولا طلع حاجة، طلع يعني مجرد شخص عادي، مجرد شخص دجال. المهم ان احنا دخلنا، طبعا هو كان فاضي، المكان كان فاضي خالص، ما كانش فيه اي حد موجود.
انا بصيت قلتله هو ده اللي انت بتشكر فيه؟ ده يا سيدي مفيش ولا واحد دخله من الناس. قال لي لا انتي مش فاهمة حاجة، اصل الراجل ده يعني راجل واصل وراجل غني وبيشتغل بالتليفون وبالمواعيد، وكل واحد بيجيله لازم يكون واخد ميعاد، فده الميعاد بتاعنا. انتي مفكرة ان هو اي حد وخلاص؟ قلتله خلاص يا سيدي ماشي مفيش مشكلة، طب يلا نشوف ايه اللي هيحصل. المهم دخلنا وكان معانا ساعتها الراجل قريب جوزي ده، ولما دخلنا انا وجوزي وقريبه لقيته الشيخ ده راح باصصله وقايل له طيب انتوا الاتنين بس اللي هتدخلوا، اما الشخص ده ياريت يستنى بره ويعني ويجيلي بعدين. المهم بقى طلع الشخص التاني اللي هو قريب جوزي، وفضلت انا وجوزي بس اللي قاعدين مع الشيخ ده. قال لنا يلا احكولي ايه مشكلتكم. راح جوزي بقى هو اتكلم معاه وقال له يا سيدي حصل كذا 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 وانا معرفتش ادخل بمراتي وكلام زي ده اللي انتوا فاهمينه يعني. المهم الشيخ ده قعد يعمل بخور ويبخر الدنيا واحنا قاعدين، وقعد يقول كده كلام وتعاويذ غريبة جدا، ويقول حاجات غريبة انا ما كنتش فاهمة فيها اي حاجة. في لحظة بس واحدة كده حسيت ان انا مش دريانة بالدنيا، او انا مش في وعي، مش موجود، يعني كأني مش موجودة كده. يعني انا صاحية وبتحرك وبتعامل عادي مع اللي حواليا، بس كأن هو اللي بيتحكم فيا، او بمعنى اصح جسمي كان متكسر مش قادرة اقوم. يعني لو امرني وقال لي قومي اقوم، لو قال لي اقعدي اقعد. حتى جوزي برضو كان نفس الحوار، كان برضو قاعد متلصم كده وما بيتحركش من مكانه. المهم لقيت الراجل ده قومني ومسكني كده وراح موديني على السرير. طبعا انا نسيت اقول لكم ان الاوضه اللي هو كان قاعد فيها كان فيها سرير برضو، وراح حاضني وبدأ ان هو يقرب مني بطريقه مش طبيعيه. ساعتها الفتره دي لقيت الراجل بيحاول ان هو يعني خلاص اكيد انتوا فاهمين، وعايز يعني يدخل هو بيا. انا قعدت اقول ايه الدجال ده، انا طبعا قعدت اصرخ وبنده على جوزي انت فين. الغريب بقى ان انا لقيت جوزي بيقول لي ايه اللي انتي بتعمليه ده، انتي ليه بيطلع لك صوت، خلي الراجل يشوف شغله. راجل يشوف شغله؟ انا ساعتها اتجننت قلت له ايه الكلام اللي انت بتقوله ده، ده في واحد مع مراتك قدامك، انت ايه اللي بتقوله ده؟ فراح لقيت جوزي بيقول لي سيب الراجل يشوف شغله على طبيعته. طبعا انا كنت حاسه بغضب شديد وكنت عماله اصرخ، لكن في نفس الوقت مش قادره اقوم ولا اجري ولا اعمل اي حاجه. المهم حصل اللي حصل، والدجال ده للأسف أخد عذريتي، أخد الدم ومسحه في منديل، وراح مدي المنديل لجوزي وقاله الحمد لله على السلامة، كده الأمور كلها اتحلت وخلصت وهي هتبقى تمام وزي الفل. خرجنا بقى من عنده هناك، وكنت ساعتها فاقدة وعي، كنت منهارة من اللي حصل، ما بقتش متقبلة اللي حصل ده ولا مستوعبة أصلا. وكنت قاعدة عمالة أقول لجوزي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يعني انت جبتني هنا علشان يعمل كذا وكذا. قال لي لا وانا ما عملتش حاجة، بس هو سهل عننا الموضوع يعني وكده، ولا انت عايزة توضحينا بقى وخلاص؟ خلاص بقى انسي الموضوع وانسي اللي حصل وانسي كل اللي فات، مش انا معاكي اهو، خلاص بقى انسي كل حاجة حصلت. طبعا انا بقيت منهارة وفي نفس الوقت مش قادرة اتكلم ولا قادرة اعمل اي حاجة. والغلط الكبير بقى اللي انا عملته ان للأسف انا معرفتش اهلي، وكنت مفهماهم بقى ان الدنيا كلها تمام، وان خلاص جوزي بقى زي الفل، وان احنا خلاص الامور كلها تمام ماشية وزي الفل وعلى سنجة 10. المهم رجعنا على شقتنا وفضلنا مع بعض، بس برضو ما كانش فيه اي نتيجة، جوزي ما بيقربليش ولا بيجي ناحيتي. انا هنا بقى خلاص كنت هتجنن، وبقيت بقوله ايه ده، طب ما انت رحتله، طب فين العلاج؟ يعني الموضوع طلع في شنك، يعني انت كده وديتني له علشان يشيل عذريتي، عشان بس انت تتسمى راجل يعني مثلا ولا ايه؟ طب انت ما اتشافتش يعني ولا اتعالجت؟ يقوم هو يرد عليا ويقول لي خلاص وهو اللي حصل بقى كده، وهو قال لي ان هو هيديني علاج والامور هتبقى تمام. سمعت برضو كلام جوزي لما هو قال له ان الامور هتبقى تمام وانه هيدينه علاج يعني، وربنا يرزقنا بالذريه الصالحه والدنيا هتبقى تمام. اضطريت ان انا اسكت، ما انا اعمل ايه، انا هطلق وانا لسه عروسه، طب يا ترى الناس هيقولوا عليا ايه؟ اكيد هيقولوا ده اللي فيها وفيها وهيطلعوا عليا كلام. المهم ان احنا بقى فضلنا على الحال ده لغايه بقى ما عدى على جوازنا حوالي كده 3 شهور. ولقيت جوزي كده في يوم من الايام راح عند الدجال ده، وقام جايب شوية حاجات كده من عنده وشوية بخور وحاجات غريبة، وقعد ان هو يعملها في البيت. ساعتها اتكلمت معاه وقلت له انت بتعمل ايه؟ لقيته بيقول انت مش في مرحلة التبويض؟ قلت له ايوه. قال لي طيب ما خلاص بقى النهارده هيبقى في ما بيننا علاقة وكده، علشان يعني تحملي. قلت له علاقة ايه ما بيني وبينك عشان احمل؟ وايه العلاقة دي؟ طب ليه يعني ما كانتش قبل كده، اشمعنى النهارده؟ قال لي اسمعي كلامي وخليكي وشوفي ايه اللي هيحصل. وفعلا ساعتها كنت مستغربة ان جوزي كان قادر فعلا، وعملنا وحصل اليوم ده.
ودي كانت الليلة الوحيدة اللي الحمد لله ربنا كرمني فيها وحملت. جوزي ساعتها كان طاير من الفرحة، وفعلا خلفت ابني اللي هو ابني معايا اللي هو ابني الكبير. طبعا في الفترة دي فترة الحمل دي بتاعتي كلها يعني العلاقة حصلت مرة واحدة بس، زي ما تقولوا جوزي كان مراقب التبويض، فأول ما حملت خلاص كانت يعني مرة واحدة وبس، بعد كده بقى ما بقاش يتقرب ليا وما بقاش بقى يعمل الموضوع ده بقى خالص. ولما مثلا اساله ولا كده يقولي مفيش، ده انا مش قادر، ده انا تعبان، انا يعني محتاجه اتعالج كمان عند الشيخ ده، انا مش عارف ايه. انا بقى كنت مستغربه، يعني بقيت بقول يمكن اللي كان مقرب لي ده مش جوزي، يمكن هو كان ساعتها ملبوس ولا حاجه. اصلا بقيت مصدومه من اللي بيحصل ده. المهم يعني ان انا خلفت ابني وفضلت برضو صابره على ده الحال وما اتكلمتش، بالرغم ان انا كنت عايشه معاه زي الاخوات بالظبط يعني. بس هو قدام الناس ده راجل وانا مخلفة عيل، يعني محدش يجرؤ حتى ان هو يقول عليه اي كلمة، محدش يقدر يجرؤ ان هو يقول كلمة تعيب. حتى بقى لو انا اتجرأت واتكلمت اكيد هبقى كدابة. طب العيل ده جبته منين؟ ما هو يا اما خاينة يا خاينة، مفيش يعني مفيش حل تاني. اضطريت بقى ان انا اسكت واعيش لغاية ما ابني كده كبر وبقى عنده سنتين. وهنا جوزي كده لقيته فجأة جاي وبيقول لي احنا عايزين نجيب عيل تاني. قلتله عيل تاني؟ هو انت اصلا بتيجي ناحيتي ولا بتقرب لي عشان نجيب عيل تاني؟ ده انت ما تقدرش، ده انت طول عمرك ماشي ورا الدجال بتاعك ده. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طب لو عايز تقول قول كلام عاقل. قال لي بصي انا ما عنديش حاجة تانية اقولها لك ولا ما فيش حاجة تانية هنعملها، هو ده الحل الوحيد. ولقيته راح متصل بالدجال ده، ولقيت الدجال ده فجأة بعدها بساعتين جاي لنا البيت. المهم الراجل ده لما جه البيت قعد يلف في البيت وقعد يعمل شوية تعويذ وشوية حاجات كده، وقام جاي وقال لي انت عارفة انك مسحورة، انت حد عامل لك عمل بحيث ان جوزك ما يقربلكيش، وعشان الحاجات دي تتشال لازم ان انا اللي اعمل معاكي يعني اول مرة. طبعا انا ساعتها اتصدمت ورفضت طبعا رفض قاطع، وقلت لجوزي انت سامع بيقول ايه؟ ده بيقول ان هو عايز يقرب مني، طب انت موافق على الكلام ده؟ المهم لقيت جوزي البارد بيرد بكل برود وبيقول ما علشان خاطر نجيب عيال. رديت عليه وانا قصدومه، قلت له طب ما المره الاولى جبنا عيال من غير اي حاجه، من غير ما يقرب لي ولا اي حاجه. قال لي لا 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 انت نسيتي ان اول حاجه هو عملها الدخله، هو اللي دخل. بيقول لي ما هو ما ينفعش مثلا اول مره حصل الحمل عشان هو قبل كده كان هو اول واحد لمسك، فدلوقتي لازم يقرب لك علشان خاطر نعرف نجيب عيال تاني. طبعا رفضت المره دي رفض قاطع، وقلت له عليا وعلى اعدائي، وطبعا الزفت ده مش هيخش البيت تاني، وانا رحت ضرضام البيت. وقعدت ساعتها اصرخ على جوزي وقلت له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ودي اخر مرة انا هقعد معاك فيها، ويا ريت ما عمرك ما تجيب لي سيرة الموضوع ده تاني. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هو انت فاكر نفسك راجل باللي انت بتعمله ده؟ لما تيجي تقول لمراتك انك عايز حد تاني يقرب منها، انت واعي بالكلام اللي انت بتقوله ده ولا واعي باللي انت بتعمله ده؟ ولا انت عايز تتعالج ولا عايز تروح للدكتور ولا عايز تروح تشوف المشكلة دي جاية منين؟ ابعد عني. وطالما انت شايف ان الموضوع ده له علاقة بالسحر وكده، طب ليه انت ما تتعالجش بالقرآن عند شيخ متأني ويعمل لنا رؤية شرعية؟ لقيته بيتحول عليا ويقولي لا مفيش الكلام ده، والراجل ده انا ما شفتش منه حاجة وحشة، وهو ده اللي سطر على سري يعني، وازاي قدرت ان انا اخلف. وبصراحة انا بثق فيه جدا وعارف ان هو كلامه صح. المهم ان جوزي ماشي وراه زي ما يكون هو عامل له حاجة وبيسمع كلامه. وانا بقى هنا خلاص ساعتها معندش قادرة استحمل، ورحت لميت كل هدومي ولميت حاجتي ورحت رايحة على بيت اهلي وانا غضبانة. المشكلة بقى ان انا لما روحت طبعا اهلي جم سألوني ايه اللي حصل، مالك يا بنتي في ايه؟ طبعا انا قعدت احكي لهم وحكيت لهم بقى الموضوع كله من الالف للياء. قلت لهم انتوا فاكرين ان هو قرب لي لدهلتي؟ لا، ده كان واحد دجال، وجوزي كان قاعد بيتفرج عليا، والعيل اللي خلفته ده حصل من كذا وكذا وكذا. وقعدوا بقى هم يسمعوني وهم كانوا مصدومين، كانوا مصدومين جدا من اللي هم بيسمعوه. ولقيت بقى ساعتها امي وابويا قالوا لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، فيكي يعني حاسبينه عليا انا، وقالوا لي هي دي تربيتنا، هي دي تربيتنا فيكي، هو احنا غلطنا فيكي في حاجة؟ طب ليه ما قلتلناش من البداية؟ ليه ما تكلمتيش معانا في البداية قبل ما يحصل كده؟ ليه ما عرفتناش؟ ليه مع اول موقف ما جيتيش واتكلمتي؟ ليه ما وقفتي ما قلتلناش؟ كنا وقفنا جنبك واحنا كنا مش هنقدر نسيبك، لكن انت جايلنا بعد كذا مرة، جايلنا بعد ما خلاص بقى عندك عيل الله اعلم مصدره منين. انت بتقولي حاجة ما تدخلش الدماغ وبتقولي حاجات ما بتدخلش اي عقل. انت لا بنتنا ولا احنا نعرفك، ولا لا 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 يعني انت عايزة تطلقي وترجعي لنا؟ لا احنا مش هنتقبل حاجة زي دي، انك تخشي بيتنا تاني، لا طبعا.
حتى لو ضيفة احنا مش عايزينك، انتي مشيتي في طريق غلط يبقى خليكي ماشية معاه، مشيتي ورا جوزك في طريق مش كويس خليكي ماشية وراه، لكن ترجعي لنا مطلقة ده مستحيل نقبله. وكان ممكن نوافق لو انتي كنتي خفتي الاول على عرضك وعلى شرفك ومروحتيش وراه، بس انك عملتي كده وسكتي مرة واتنين وتلاتة، لا انتي خلاص لا بنتنا ولا هنعرفك، وانتي خلاص كده ملكيش اي حاجة عندنا. طبعا انا ساعتها اتصدمت من كلام اهلي، يعني انا ما كنتش متوقعة ان ده يحصل كده منهم، وما كنتش متوقعة ان هم يرموني بالشكل ده، ما كنتش متوقعة ان هم سهل ان انا اتخلى ان هم يتخلوا عني بالسهولة دي. اخر حاجة كنت متوقعاها ان اهلي يتخلوا عني. انا عارفة ان انا غلطانة وعارفة ان انا غلطت، بس والله العظيم يا جماعة ده حصل غصب عني، كل ده كان غصب عني وكل ده ما كانش بإرادتي. والله انا اصلا كنت محطوطة في موقف ان في شخص متحكم فيا، يعني الغلط كله على جوزي، بس للأسف اهلي بقى مش عايزين ان هم يقفوا جنبي دلوقتي، وقالوا لي خدي كل هدومك ويلا ارجعي على بيت جوزك. وابويا اتصل بجوزي وكمان قال له تعالى يلا خد مراقب. طبعا جوزي جه واخدني ودلوقتي بيضغط عليا وبيقولي لازم نعمل اللي هو قالي عليه، يعني قبل كده انا عايز عيل تاني. قلتله احنا هنفضل كده لغاية امتى؟ قالي ماليش فيه، انتي تسمعي كلامي وخلاص يا اما هطلقك. وطبعا هو مسكني من ايدي اللي بتوجعني، ما هو عارف ان انا اهلي مش عايزيني، واهلي مش عايزين ان انا ارجع لهم مطلقة، وعارف ان اهلي خلاص يعتبر ان هم اتبروا مني، حتى ما عادوش بيتصلوا بيا. يعني امي دي ما عادتش بتجيلي زي عاداتها، كانت يعني مرة على الاقل كده في الاسبوع بتيجي وتعزمني على الغدا، كأنها كده شالتني من قاموسي مرة واحدة فجأة، وما عادتش بتجيلي ولا عادت بتكلمني. انا اهلي ناس متدينين يا جماعة وبيعرفوا ربنا، بس مش عذريني برغم ان هم عارفين اللي حصل لي وعارفين اللي حصل لي ده غصب عني، ما كانش يعني بمزاجي، بس هم طبعا مش متقبلين اي حاجة زي كده، وشايفين ان انا اللي غلطانة في الاول وفي الاخر، علشان يعني ما اعترفتلهمش من بداية، ما اعترفتلهمش من اول ما حصل يعني الحكاية دي، وما اتكلمتش معاهم وفضلت ساكتة ساكتة ساكتة، وفاكرين ان كل ده حصل برضايا وان انا كنت مبسوطة باللي حصل. لكن انا دلوقتي ما بقيتش عارفة ان انا انام، يعني حتى لما بنام بقى بيجيلي كوابيس وبكون خايفة ومرعوبة. انا شاكة ان اكيد الراجل ده عمل لي حاجة، شاكة ان هو عمل لي حاجة بجد علشان انا رفضت ان هو يقرب مني. انا ما عدتش مرتاحة في جوازي ولا عارفة اطلق ولا عارفة ارجع لاهلي، انا بجد مش عارفة اعمل ايه. للأسف حتى جوزي مش عارفة اعمل معاه ايه، ولا عايز يتعالج بالدين وبالقرآن ولا عايز يتعالج بالطب، هو ماشي ورا الشخص الدجال ده. انا مش عارفة الشخص ده عمله ايه ولا سحرله ولا عمله ايه، هو ماشي كده وراه وبيقعد يكلمه في التليفون بالساعات وبيديله كمان فلوس بالهبل، يعني اي مرتب بياخده من هنا بيروح صرفه على الشيخ ده اللي هو الدجال ده اقصد، يعني من هنا. فانا مش عارفة الراجل ده عامله ايه ولا مسويله ايه بحيث ان هو يمشي وراه ويطيعه بالطريقة اللي مش طبيعية دي. انا مش عارفة اعمل ايه، انا حياتي كلها متدمرة بسبب الراجل ده. يا ريت تنصحوني وتقولوا لي اعمل ايه. انا حبيت احكي لكم حكايتي علشان برضو تكون عبرة وعظة لاي واحدة، ما تسمعيش كلام حد يخليكي تمشي ورا الناس الكدابة دي، لان دول في الاخر شوية حرامية وشوية دجالين وما يعرفوش ربنا وبيوقعوكي في الغلط. فكل واحدة تاخد بالها وما تتعاملش مع الناس دي تاني مهما يكون السبب ومهما يكون ايه اللي بيحصل في حياتك. اوعي انك تقربي للاشكال دي بتاتا.